السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ورجعت لكم النهاردة بوصفة جميلة ومختلفة، وهي الوافل البلجيكي. انسوا اي وافل كلتوه قبل كده وجربوا معايا الوصفة دي، صدقوني هتدمنوها من كتر حلاوتها، لان هي مختلفة من حيث التكنيك الشغل بتاعها والطعم والشكل كمان. الوصفة بتاعت النهاردة مقاديرها سهلة وإن شاء الله تكون متوفرة في كل بيت. الوصفة بتاعتنا هنحتاج في تنفيذها حوالي 3 كوبايات ونص من الدقيق، وعايزين كمان رشة ملح و150 جرام من الزبدة، وهنحتاج معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وهنحتاج معلقة من بشر البرتقال، ومعلقتين من السكر الأبيض، وكوباية من السكر البني هندقه بحيث ان هو يبقى حبيبات كده. هنحتاج كمان بيضتين بدرجة حرارة الغرفة، وهنحتاج كوباية إلا ربع من اللبن الدافي. هنحتاج كمان رشة فانيليا، وهنحتاج يعني حوالي نص معلقة من البرتقال أو ريحة البرتقال. انا هنا بختبر الخميرة بتاعتي عشان الشغل بتاعنا ما يبص اثناء ما احنا بنشتغل، فبالتالي بحط الخميرة على كوباية الا ربع اللبن واستنى عليها 10 دقايق اشوف اخبارها ايه. في الوقت ده انا بجهز بقى الوصفة. باخد الدقيق وبحط عليه رشة الملح والاتنين معلقة من السكر، وبحط البيضتين. بالمناسبة يعني عايزة أدي ملحوظة بالنسبة لريحة البرتقال، ممكن الاستغناء عنها من إحنا ناخد عصير البرتقال نفسه. فهيبقى نص كوباية من العصير ونص كوباية من اللبن. بشر البرتقال كمان بيديها تيست حلو قوي. أنا دلوقتي حطيت معلقة البشر البرتقال. ممكن ان يعني انتوا تعملوها بالتكنيك ده، وممكن لو مش حابين اصلا وجود البرتقال فهنشيل بشر البرتقال وريحة البرتقال، بس هو بيديها تيست تاني خالص يعني. هنقلب كل الخليط مع بعض كويس بحيث يندمج، وهنشوف اللبن بالخميرة بتاعتنا اخبارهم ايه. تمام، خلاص كده ضفناهم، وهنبتدي برضو نقلب تاني ونحط الفانيليا بتاعتنا. وانا حطيت هنا اهو ريحة البرتقال. زي ما قلت لكم ممكن تحطوها، ممكن تستغنوا عنها، دي حاجة ترجع لكم يعني حسب التست اللي انتوا بتحبوه. فجربوها كده وجربوها كده، وقولوا لي في الكومنتات رأيكم ايه. احنا هنقلب الخليط مع بعض. هنقلب بسباتولا، وبعد كده بس هنحاول بقى نلم بايدينا لحد ما تبقى عجينة عندنا شوية متماسكة. هنخلطها كده كويس مع بعض لحد ما تلم معانا. في الاول معلش هتبقى شوية بتلزق، بس بعد شوية هتتكون معانا. طبعا انا بعملها من غير العجانة، علشان يعني يبقى سهل على الناس اللي ما عندهاش عجانة ان هي تقدر تعملها. انا دلوقتي بدأت اخد الزبدة واحطها قطعة قطعة على العجين والم تاني. مش هحطها كلها مرة واحدة. ملحوظة كمان، الزبدة كمان لازم تكون نوع جيد، علشان الطعم بيفرق جدا. لو الزبدة نوعها كويس بيطلع معانا الوافل في حتة تانية خالص يعني. هندمج الزبدة مع العجينة بتاعتنا، يعني هتبقى شوية شبه عجينة البريوش كده. العجينة هتطرى معانا، هنحس شوية انها فيها تلزيق، بس بعد كده هتلم ترتاح، وبعدين نبتدي نفردها في الطبق اللي احنا شغالين فيه، او نفردها على السطح اللي احنا نشتغل عليه whatever، يعني الاتنين سيان. ونحط الحبيبات بتاعة السكر ونبتدي ندخلها في العجين. نفضل نقلب لحد ما نحس ان كل الحبيبات دخلت في العجين. هما طبعا في بلجيكا بيستخدموا نوع سكر، هو سكر لولي كده، بيبقى شبه حبيبات اللولي. بس لانه طبعا مش متوفر هنا، فانا جربتها بالسكر الابيض وبالسكر البني بس كان يعني التيست اللي قريب جدا جدا فعلا للوافل البلجيكي هو السكر البني.
قسّمت العجين بتاعي فتقريبًا ادّاني حوالي 10 من الوافل، كل واحدة حوالي 110 جرام بالميزان. في الماكينة بتاعتي هاحط الوافل وهاقفل عليه واسيبه لحد ما تدّيني إن هو استوى، كده أنا خلّصت الكمية سويتها كلّها، اللون crispy شوية أو الشكل crispy من برّه ومن جوّه العجينة طرية وطعمها حلو جدًا، بدأت شكّلتها بقى طبعًا التشكيل أو التزيين ده حاجة بترجع لكم أنتم، بالكريمة والفواكه المتوفّرة عندكم، وزي ما قُلت كده إحنا بنحط طبقة من الكريمة، بنحط عليها فواكه، بنحط M&M، بنحط lotus، بنحط pharmacy أي حاجة متوفرة عندكم. هُم بلجيكا بيحطوا الآيس كريم كمان، بس إحنا عشان شتا فأنا حبيت إنها تكون بالكريمة والفواكه. أتمنى تكون وصفة النهارده سهلة بالنسبة لكم، وتكون عجبتكم وتنفذوها، وما تنسوش تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم.